بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في ثالث يوم من الانتخابات من داخل قرية الصنباط مركز الفيوم، ونحن بين اهالي قرية الصنباط. كلمة تقولها بقى لشعب مصر النهارده بمناسبة لعرس الانتخاب النهارده. احنا النهارده نازلين عشان نقول بنسد الدين اللي علينا. النهارده نازلين عشان نقول النهضة والتنمية. النهارده بنقول كله ينزل، كله يشارك، كله يشارك عشان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية والنهضة القادمة والإنجازات اللي بتحصل على أرض الواقع. تحية إقدار وتجليل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في ظهر الرئيس في ظل الظروف الرهينة اللي بتمر بيها البلد واللي بتمر بيها المنطقة العربية، وبنقول له يا ريس احنا في ظهرك وبنأيدك في كل قراراتك. محمد جمعة، أبناء قرية الصنباط. يوم رد الجميل من الشعب المصري ومن اهالي محافظه الفيوم وقريه الصنباط بالخصوص لرد الجميل للسيد الرئيس. مصر عمرها ما هتنساك، وقريه الصنباط بتأيدك يا ريس. احنا بنقول في ظل الظروف الراهنه والظروف الحاليه وموقف سياده الرئيس، احنا بنقول لك احنا كشعب في ظهرك على طول يا ريس، وهنطالبك برضو بعد 2020 30 هنطالبك برضو يا ريس تترشح تاني، لان لا قياده بعدك يا ريس. تحيا مصر. تحيا مصر. بحيي السيسي، احنا كله وراه، الشعب المصري وراه، والصنباط وراك يا باشا. شكرا يا باشا. احنا اولا في انتخابات صعبه في ظروف ازمه اقتصاديه طاحنه، والشعب المصري بالاجماع خرج لتأييد السيسي رغم الظروف اللي بيمر بها المصريين، عشان نثبت للعالم كله ان السيسي اراده شعب وكلنا في ظهر الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا المواطن عزت السورياني وهبه غبريال. كل التوافد اللي موجود ده نازل لحب مصر وتحيا مصر ولفخامه الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. كلام اسمها ايام رمضان حلمي من وحده الصنباط تبع الرائدات الريفيات. لنا شغاله معاهم من اول يوم لحد اخر يوم، وليا الفخر وجاي دعم الرئيس وواقف وراه وشعبا وقلبا كلنا معاه، وكلنا بندعمه، بيوت واهل وشعب وكل المصريين، واحنا كلنا معاك يا ريس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الرائدات الريفيات وراك يا ريس بقبضه من حديد، مهما كل مره وراك يا ريس. الرائدات الريفيات، رائدات الصنباط.